ازيكم عاملين ايه؟ انا ازيس، اهلا بيكم. انتوا اول مره تشوفوني، اهلا بيكم برضه. انتوا دايما بتشوفوني. انا جمعت لكم كل الحاجات اللي انا اشتريتها في العروض بتاعت نون وامازون الفتره الاخيره. آم، الحاجات اللي انا هوريها لكم دي، في منها حاجات هتلاقوا لسه العروض بتاعتها لسه شغاله، وساعات هما بيعملوا حاجه في الابلكيشنز دي ان هو يرجع العروض مره واحده تتشال يعني، وترجع الحاجات اللي سعرها الاصلي. وقرب العيد مثلا، قرب الوقفه، ايا كان ايه المناسبه اللي داخله، هتلاقوا العروض دي نزلت تاني مره واحده. فانا هعمل لكم ريفيو عن الحاجات اللي انا جبتها واقول لكم هي حلوه ولا لا، بحيث ان انتوا لو في فرصه تشتروا نفس الحاجات دي باسعار كويسه تلحقوها. وهسيب لكم الفيديو اللي انا بشرح فيه ازاي نشتري من على نون. بيجي لي دايما سؤال بتاع اللوكال براندز نشتري منها واحنا مطمنين ولا ممكن تيجي الحاجات مضروبه. لا، اي لوكال براند اشتري وانتي ضامنه 100% انها هتطلع اوريجينال. وقلت لكم ان نون وامازون بجد بيرجعوا كل حاجه فوق ما تتخيلوا، فما تقلقوش خالص من النقطه دي. حتى لو مكتوب عليها انها غير قابله للارجاع، بترجع، بتدوسي على كونتاكت اس او تواصلي بقى معاهم يعني بالايميل، الموضوع بينتهي وبيرجعوا لك الحاجه وبتاخدي فلوسك. واشتروا من الاوفيشال ستور بتاع البراند يعني. المهم خليني اخش في المنتجات اللي للاسف هي مش احلى مره اشتري فيها منتجات بصراحه. هقول لكم رايي في كل حاجه وانتوا شوفوا عايزين تعملوا ايه. وهبدا معاكم بالليفه بتاعت سالوكس دي. كنت متحمسه لها شويه وهي فعلا حلوه مش وحشه، بس انا اللي جبت الهارد فهي هارد قوي يعني، هي ناشفه قوي. طبعا انا ما استخدمتهاش كتير، بس حتى الان انا حاسه ان انا كل مره هاجي استخدمها هبقى متضرره. ليه؟ لانها ناشفه قوي حرفيا. بعد ما استخدمها الاقي جسمي كله محمر. بحس ان هي لا، ممكن تطلع حبوب، ولو عندك حبوب اصلا ما تستخدميهاش. هاتوا منها السوفت لان هي اصلا حلوه يعني، هي كمنتج هي حلوه. بس بقاش حد يشتري الهارد، لان انا كانت وجهه نظري ان انا اشتري الهارد ومع الاستخدام هتطرى وكده، وده اكيد هيحصل بشكل ما. بس على ما اوصل للمرحله دي اكون انا جسمي باظ. ف هي بتعمل تقشير حلو جدا وبتنظف الجسم حلو جدا، فبتخليكي تنجزي في الدش اسرع، بتنشف حلو جدا، مقاومه للبكتيريا. لا هي عمليه جدا. بس هي الفكره في حته هارد وسوفت دي ما تغامروش، خصوصا لو انتوا اصلا جسمكم فيه مشاكل. الحاجه التانية اللي هكلمكم عليها، ودي حاجه انا مش قادره اجزم لسه 100% انها بتشتغل، بس مش متضايقه. هقول لكم عيوبها ومميزاتها برضو، اللي هي الاي براو انهانسنج سيرم بتاعه انفينيتي. ده شكلها. بصوا، هو مش سيرم، تمام، هو زيت. وانا بعرف دايما الحاجه هي زيت ولا لا، حتى لو كان مثلا قوام الزيت خفيف. لما بلاقيه بيلبخ في النضاره والاقي نفسي مزيته، بس هو اصلا فيه ريحه زيت خروع. واوكي هو فيه زيت خروع، بس كان نفسي قوامه يبقى سيرم اكتر من كده. بحس ان انا بحط زيوت على يعني على حواجبي. يعني مثلا انا جربت الفوليك البوستر بتاع رو افريكان، برغم ان هو زيت صريح وتقيل الا انه ما بيسيحش كده ولا بينزل على العين. ده برغم ان هو زيت خفيف بس هو بيسيح كده يعني. فاهمين عايزه اقول ايه؟ بس هو ما اعرفش، انا مش عايزه اقول كلام غريب او ممكن يكون افكت كده خيالي في دماغي، بس انا بستخدمها بقالي يومين صبح وليل، وعلى فكره بنام بيها. حسيت ان الشعر ابتدى ينبت، يعني انا شايفه جدر الشعرايه. هل اقدر اجزم ان هي اللي عملت كده؟ بصراحه لا، لسه مش عارفه. بس لو عايزه تشتريها ممكن اقول لك غامري واشتريها، بس هي غاليه شويه فاشتريها في العروض. بس يعني هي لوحدها ب 200 جنيه، لا طبعا ما تشتريهاش. لكن انا لما اشتريتها كانت واقفه عليا باقل من 100 جنيه، فكان قشطه بالنسبه لي يعني. الحاجه اللي بعد كده من سولان مور، جربت البودي لوشن بتاع فانيلا ليس والسبلاش. اللوشن حلو جدا، بس هو فانيلا ليس هو بالظبط نسخه شبه شويه الورم فانيلا اللي هو العادي، اللي هو التاني بتاعهم. فحاسه ان عادي، مش محتاجه تشتري مثلا الاتنين. لو انت يعني بتحبي الفانيليا زي تروحي شاريه النوعين على اساس انت هتلاقي حاجه مختلفه. ما حسيتش كده في اللوشن. اللي مختلف فعلا هو السبلاش. بصوا ده ريحته تقيله وتنفع اللي بالليل بس. عايزه اجيب لكم ثواني اوريكم التاني. اهو بقول اسمه غلط اصلا، عماله اقول فانيلا مش عارفه ايه وهي فانيلا ويف. بصوا يعني الاثنين تقريبا، لا في فرق في السعر، بس هما الاثنين في السيل بينزلوا بسعر حلو. ما علينا من السعر دلوقتي. دي بتيجي بحجم اكبر ودي بتيجي بحجم اصغر. دي تنفع صبح وليل، دي تنفع بالليل بس. دي ريحتها مش هتعجب كل الناس، دي بنسبه كبيره هتعجب الناس اكتر. بس دي ثباتها اقل بكتير قوي من دي ثباتها احلى بكتير. دي الفانيلا ليس ودي الفانيلا ويف. الاتنين بالنسبه لي كويسين، بس مش هما الجو تو بتاعي يعني. بس لو هختار واحده بفضلها اكتر هتبقى دي. بس
فاهمين؟ مش احلى حاجه يعني، اللي هو مش ده اللي انا كنت منتظراه. خصوصا ان انا بحب الهير ميست بتاعهم، فتوقعت ان انا هلاقي نفس الريحه، لا حاسه ان الريحه مختلفه، وانا جايبه نفس اللاين عشان عايزه نفس الريحه. ده لو انتوا زيي يعني. الحاجه اللي بعد كده، ودي بقى احلى حاجه في العمليه الشرائيه الاخيره كلها، وهي الدراينج دروبس بتاعت اسنس. تحفه، دي كلمه قليله عليها. هو حرفيا انت بتحطي المانيكير من هنا، بتنقطي نقطه، بتفرد كده مره واحده، في ظرف 5 ثواني المانيكير بينشف. ده تحفه في السفر، تحفه في الاوقات اللي انت بتحطي فيها مانيكير ومستعجله وعايزه كل حاجه تنشف بسرعه. لا منتج حلو بجد، وكان مش عارفه ب 104 حاجه كده، فكان سعره كمان حلو قوي. فلا انصحكم ان انتوا تجربوا ده. الحاجه اللي بعد كده هو البرايمر، البلومبينج برايمر بتاع كاتريكس. بصراحه فاكسان قوي يعني، سعره يعتبر غالي على الكميه، بيزيت الوش قوي. ممكن احبه في الشتاء، ممكن انصح بيه حد بشرته جافه مختلطه مايله للجفاف، انما دهنيه وفي الصيف وبستخدمه، لا ما مش حاسه ان ده حاجه الواحد يروح يشتريها خالص يعني. حاجه كمان كانت كويسه بس يعني كان ممكن الاقي احسن من كده، هي ال HD سوبر مات من ريفوليوشن. دي اللي هي اللوس باودر الشفافه، هي ترانسلوسنت وشفافه ولذيذه وكل حاجه، والباودر بتاعها حلو، بس هي مات وكده. بس جربت حاجات احلى، مش عارفه يعني. هي في العرض كان سعرها 160، هي في العادي اغلى من كده، بس انا بشتري حاجات احلى من كده بكميات اكبر من MN مثلا اللي انا بحبها، اللي وريتها لكم 10000 مره. لا افكت احلى، شكل ألذ، بس هي ستيل مش وحشه، الاقي نفسي بستخدمها وكميتها قليله، فتنفع برضو في السفر. وعلى فكره هي ما بيجيش معاها سبونج اصلا، فدي اعملوا حسابكم عليها. هي كده كده حلوه بالفرشه او بالسبونج شغاله يعني، بس هي مش المنتج اللي اروح اقول لكم روحوا اشتروه يعني، مش فايتكم حاجه. الحاجه اللي بعد كده الشيفنج كريم بتاع 5 خمسات، كميته كويسه، سعر كويس، ما بيديش ترطيب، بالعكس هو بينشف شويه، ولكن حته منه صغيره بترغي. من المنتجات اللي هي حلوه عشان قيمتها في سعرها، ورطبي جسمك بقى بعد كده باي حاجه. لا عادي، وينفع فكره للمناطق الحساسه، ينفع لو انت اصلا جسمك حساس. الريحه بتاعته مش زعقه كده كانك حاطه حاجه رجالي، هو للرجاله بس هو ينفع رجالي وحريمي. لا لذيذ بصراحه، حبيته. بعد كده شفرات الحلاقه دي، ده بيبقى شكلها، كنت جايباها من على امازون، فيها 3، والواحده بيبقى فيها موسين. حلوه جدا وما بتعورش خالص خالص، ومسكتها سهله، والمقبض بتاعها ده حلو، وهي اصلا البشره الحساسه. تعليقاتي عليها انها ما تنفعش غير للايد، للاندر ارم، للجزء العلوي كله، بطن وظهر ومش عارف ايه وصدر وكده، بس غير كده لا ما تتغمريش، خصوصا انها 2 بس موس، فهي ده بيخليها ما بتشيلش من الجذور اعمق حاجه في الدنيا 100% يعني، فاهمين؟ اللي هي بتشيل كل حاجه، بس لا الجذور بتتشال احسن من كده في حاجات احلى لما يكون فيها اكتر من موس يعني. هي المشكله انها فيها موسين، عارفين لو هي 3 كانت هتبقى احلى من كده، بس هي كبرودكت لا هي حلوه جدا، وتنفع انك تستخدميها مرتين بس تحتاجي تعقميها وتنشفيها كويس. ولكن انا لا افضل هذه الحركه، بشوف ان دايما المواسي اللي هي اللي زي كده، الانواع اللي هي الرخيصه دي، تخلصي وترمي يعني. عشان كده بحب ان انا في اليوم اللي هستخدمها فيه بعمل حسابي ان انا هخلص الابر بادي كله بقى، اللي هو عشان اخلص وارمي على طول، ما اعملش بيها حته ولا مش عارف ايه وارميها، فاهمين؟ اللي هو استغلها كامله يعني. بس دي كانت كل الحاجات. في حاجات لسه ما جربتهاش، فلما اجربها اقول لكم عليها. حاليا انا مش شايفه ان نون عليه عروض مختلفه او عروض كاتشي قوي من وجهه نظري، لان كان في اوقات في عروض احلى من كده. انا كده كده متابعه وبعمل لكم فيديوهات اول باول لما بينزل عروض تستاهل، لما بشتري حاجه بجربها واقول لكم تلحقوا ايه وما تلحقوش ايه. ورجعوا لعروض نون القديمه بتاعتي، بحيث ان انتوا تشوفوا ريفيوز لمنتجات قبل كده، تمام؟ تعرفوا تشتروها ولا لا، فاهمين قصدي؟ هسيب لكم اللينكات كلها او الثامنيل او اللي هي الصوره المصغره اللي من بره، بحيث انتوا تروحوا تشوفوها. بس كده، واشوفكم الفيديو الجاي.